طبعا يا جدعان النهارده انا جبت مكسرات العيد، فيلا بينا بقى ايه نجربهم سوا مع بعض. يعني في افتكاسه جديده لسه نازله اسمها الازازه، عباره عن مكسرات بقى ولبات وحركات. يعني مثلا دي ازازه ميكس سعرها 50 جنيه، ودي بقى ازازه مكسرات سعرها 70 جنيه. والافتكاسه بقى بتاعتها بكل بساطه اللي احنا نقفل الغطا ونرج الدنيا كلها في بعضها كده، ونجيب الطبق ونقلبه عليها ونعمل كده. يلا بينا. دي بقى بتتكون من تشكيله لب اسمر على سور على ابيض على سوداني، مع السوداني اللي بالشوكولاته والسوداني اللي هو بيبقى بالقطم والحاجات دي كلها. تعالى كده طب نجرب السوداني بالشوكولاته ده. انا عمري في حياتي ما نجحت في البتاع ده يا جدعان. الله اكبر. عايز اقول لكم ان السودانيه اللي جوه متحمصه قوي، بس الشوكولاته اللي بره خطيره جدا. بصوا يا جدعان، هو الحوار كله ان انا اكتشفت محمصه اسمها ندى عامله بقى الافتكاسات والمكسرات والحاجات دي بسعر حلو، لكن التويست بقى ان هم هيفتحوا فرع جديد في العصافره في شارع 45 يوم الخميس اللي جاي. هيوزعوا فيه 100 ازازه مكسرات لاول 100 عاملين في الافتتاح، وعاملين اصلا الازازه المكسرات دي ب 70 بدل 100، والازازه العاديه ب 50 بدل 80 جنيه. لقيتهم عاملين خصم 20% على الشوكولاتات واللب، وخصم 15% على المكسرات، وهيوزعوا 100 كارت هديه عليه خصم 10% طول شهر ابريل، والافتتاح هيكون بعد الفطار على طول. عشان ايه؟ تلحقوا حوار ال 100 ازازه ببلاش دول. فتعالوا نخش كده. طبعا الازازه المكسرات اللي هتبقى ب 70 جنيه يوم الافتتاح دي، ودي بقى بتتكون من فستق مع لوز وبندق مع طبعا ايه اللب بقى والسوداني والحركات دي كلها. فوالله يعني الله ده فيها كاجو كمان، ايه ده؟ وبصوا الكاجوهيه والله حمام محترم قوي.